بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. بحبكم في الله. هنعمل النهارده وصفات حلوه قوي. انا بشكر كل حبايبي اللي متابعيني، اللي بيبعتوا لي تعليقات حلوه جدا. ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمه في حياتي. اللهم امين يا رب العالمين. هندعي لاخواتنا المستضعفين في بقاع الارض، اللهم انصرهم على من يعاديهم. ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، يا ريت نخش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل جديد. وما ننساش تعليقات حلوة وكومنتات حلوة كده ترفع من روحنا المعنوية ونفسيتنا. وربنا يبارك فيكم ويدومكم نعمة في حياتي يا رب. هنعمل النهاردة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، انا كنت عاملة فطير. كان مطلوب مني، حد عزيز عليه كان طالبه مني، فحبيت ان انا اعمله اشارككم معاكم. انا ما عجنتهوش معاكم، بس حبيت ان انا اشارككم معاكم. وعملت فطاير. الفطاير ضفاير بالشكل القمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، معايا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين من السكر، نص معلقة من الملح، نزلت عليهم بكيس من الخميرة الفورية ومعلقة من البيكنج باودر. وقلبت الكلام الجميل ده كله في الدقيق حلو قوي. ونزلت ببيضة قلبتها حلو، ونزلت بكوباية حليب دافية، ونزلت بكوباية مية، وفضلت اعجن لغاية ما تختمر. ما ننساش البيضة هننزل عليها بمعلقة خل، بتدي قوام حلو للعجينة، وبتخلي زفارة البيض ما تبقاش ظاهرة في العجين بتاعنا. هنعجن حلو قوي. وانا معاكم دلوقتي بنشكل الفطاير بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتعمليها وهتبقي مبدعة فيها، وطريقتها سهلة وبسيطة. هتعجنها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، ملمس العجينة حلو قوي. هعملهم 3 فطاير وسط زي ما انتوا شايفين كده. هطبقها كأني بعمل ظرف او منديل بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما شاء الله ملمس العجينة حلو جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن لاولادنا. شايفين ما شاء الله، كل ما هتعجنيها هتطلع فقاقيع وهتبقى معاكي جميلة جدا وهتطلع ناجحة 100%. هنعمل فتحات من الجنب، في كل جنب بعدد الجنب اللي احنا عملنا زيه. وهنشد العجينة بالشكل القمر دوت. هنطبقها كأننا بنطبق ظرف. كل ما هنعملها كده هتورق معانا وهتدينا طبقات حلوة. هنركنها على جنب ونسيبها تريح على ما نعمل التانية. اخر واحدة معانا اهي. انا بفردها نص فردة، يعني مش بفردها قوي ان انا اشدها ومطها قوي، ان هي زي ما بنعملها ان هي واحدة كبيرة وبنمطها تبقى رقيقة. نص فردة كده، وبنزل عليها بالمادة الدهنية بتاعتي، زبدة، سمنة، قشطة، اي حاجة متوفرة عندك بتدي طعم حلو. لو عملتها خليط بتدي طعم حلو جدا. السمنة والزبدة والقشطة مع بعض بيدي خليط حلو قوي. شايفين ما شاء الله على الجمال. هركنها على جنب ترتاح 10 دقايق او 5 دقايق. شايفين ما شاء الله بتتفرد بكل سهولة. عشان الفطير ينجح معاكي له طرق ترتاح. كل ما تسيبي العجينة ترتاح في كل مرحلة بتعمليها هتطلع معاكي ناجحة 100%. شايفين ما شاء الله، دي اول واحدة انا سبتها ارتاحت، فردتها كده. هفردها، هنعملها كورة عشان تطلع مدورة. اول واحدة انا سبتها مستطيلة، ودي انا هفردها كورة او مدورة زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها ترتاح. وهنبدأ نشكل في العجينة بتاعتنا. كانت اختمرت، او هنعمل الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. معايا سوسيت، انا جايبة سوسيت مدخن. ممكن تعملي الحشوة بتاعتك اي حاجة انت حباها تطلع معاكي قمر وطعمها حلو قوي. الحاجة اللي انت حباها تعمليها في الحشوة بتاعتك اكيد هتطلع جميلة جدا ادام انت حباها. معايا طاسة على النار فيها حبة زيت. هنسوي السوسيت بتاعنا، هنزل عليه بملح وفلفل واديله تقلبتين لغاية ما يستوى وياخد لون معايا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. وهنزل عليه بمعلقتين من الكزبرة عشان يديلها ريحة حلوة. وهسيبها تهدى خالص، مش هحط عليها الجبنة عشان ما تسحش وهي سخنة.
اي نوع جبنة متوفر عندك. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نفرد في اول واحدة في الفطاير بتاعتنا، هنعملها بشكل ضفيرة، شكل حلو قوي وسهل جدا ومش هياخد منك وقت. شايفين؟ بندخلها كده واحدة في واحدة ونطلعها ندخلها في التانية، هتطلع بالقمر والجمال دوت. هنقفل الناحيتين وهنحط الحشوة بتاعتنا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. واهم حاجة ان احنا نقفلها حلو علشان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش من بره واحنا بنسويها وتعمل ريحة مش حلوة كده، تتحرق وما تبقاش حلوة معانا. شايفين ما شاء الله سهلة جدا وطريقة بسيطة جدا وشكل مبهج لأولادنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. شايفين ما شاء الله؟ وكل ما العجينة تكون طرية معاكي هتديكي نتيجة حلوة قوي. شايفين ما شاء الله سهلة جدا وما بتاخدش وقت، سريعة جدا. والحشوة لعبتك او طريقتك اللي انت حابة ان انت تعمليها بيها. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. شايفين؟ روعة وسهلة جدا. انا بحاول ان انا اوضحها لكم عشان تبقى واضحة. هنعمل مع بعض واحدة كمان. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. هنرش رشة دقيق عشان ما تلزقش، لان العجينة زي ما قلنا طرية علشان تديني هشاشة كده وتبقى حلوة. شايفين ما شاء الله سهلة جدا. يا رب تكون واضحة زي ما هي موضحة معاكم في الفيديو. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. هنعمل واحدة كمان عشان تبقى واضحة معاكم. هي سهلة ما بتاخدش وقت، رشة دقيق بسيطة كده علشان ما تلزقش معانا. وهفتحها بالسكينة كده وهدخل اول واحدة في التانية بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هتطلع معانا ضفيرة جميلة. اهم حاجة ان احنا نقفل الجنب عشان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش بره. وزي ما انتوا شايفين كده هنقفل العجينة بتاعتنا حلوة قوي وهتطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنفرد الفطاير بتاعتنا علشان نطلع نسويها. هتكون القرص بتاعتي او الفطاير بتاعتي استوت. شايفين ما شاء الله؟ كل ما تسيبيها ترتاح هتتفرد معاكي بكل سهولة وما تضغطيش عليها قوي علشان تقب معاكي في الفرن وتطلع طرية ومورقة. ما شاء الله جميلة جدا. بعد ما زادت معايا سبتها ارتاحت شوية وزادت معايا بيضة عليها معلقة خل علشان الزفارة. زفرت البيض زي ما انتوا شايفين كده وهدهن الوش علشان ياخد لون معايا حلو في الفرن. طريقة سهلة وبسيطة جدا ويا رب تعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسوناش بلايك ودعوة حلوة كده من قلوبكم الطيبة، ولكم بالمثل ان شاء الله. ويا رب يكون المحتوى بتاعنا هادف ومفيد لكم. وما تستصعبيش اي حاجة انت بتعمليها، خش وجمدي قلبك وهتعملي احلى حاجة واحسن حاجة في الدنيا كلها. زي ما انتوا شايفين كده طريقة سهلة وبسيطة جدا وهتبقى زي المحترفين بالظبط. شايفين ما شاء الله؟ حبة سمسم كده على الوش وهندخلها الفرن. مش هتاخد سوا كتير وهتطلع بالقمر والجمال اللي انتوا شايفينه دوت. ما شاء الله هشة وفي منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. ما تنسوش لو مش مشتركين معايا يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعاراتنا بكل جديد بننزله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.